ليس من جانب واحد ولكن من الجانبين مختلفين. هذا هو رونالدو الذي يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة إثر تمريرة من مودريتش، ويراوغ المدافع ثم يضع الكرة في زاوية صعبة على حارس المرمى. الهدف الثاني في الدقيقة 31 تمريرة من جاريث بيل ورأسية رائعة من بنزيما. ينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل شيء. ومع البداية في الدقيقة الثالثة بالتحديد مرة أخرى كريستيانو رونالدو، وهذه المرة إثر هذه التمريرة من جاريث بيل، ورونالدو عن قرب يحرز الهدف الثاني في المباراة له شخصيا والثالث عشر له مع بداية الدوري. هنا ضربة جزاء التي كان بإمكانه أن يتفادى ثلاثة لاعبين، وضربة جزاء يحولها جوناثان فييرا في الدقيقة 53 يذلل الفارق من 3 أهداف مقابل شيء إلى 3 أهداف مقابل هدف واحد. وهنا أيضا ضربة جزاء أخرى لرايو فايكانو، ونفس اللاعب جوناثان فييرا في زاوية أخرى يعطي الهدف الثاني رايو فايكانو، وكان بإمكان هذا الفريق أن يسجل هدف التعادل.